انا كنحلف لك بالله صوتي كان طالع من داك القاع ديال داك البير، صوتي انا بالذات، لكن فيه واحد العيا بحال الى شي واحد كيغرق وكيطلب النجدة. كنا كنظنوا انه بير عادي وناشف، ولكن فاش حيدنا ليه داك الغطاء ديال الحجر خرج منه واحد السكون اللي ثقيل وبارد. ومن ديك الليله وليت كنحس بالبير كينادي ليا في اي بلاصه كنكون فيها. هادشي ماشي جن، هادشي حاجه خايبه من تحت الارض. سميتي احمد. هادشي وقع ليا انا وصاحبي كريم في الصيف ديال 2023. كنا ورثنا واحد القطعه ارضيه اللي صغيره، واحد العروبيه اللي بعيده شويه على مكناس، وقررنا نديروه فيها مشروع ديال الفلاحه. الارض كانت مهجوره سنين هادي، وكانت خاويه فيها غير الشوك والحجر. فاش بدينا كنقيو الارض لقينا واحد البير اللي قديم في وسط ديك الارض، ماشي بير عادي. الغطاء ديالو كان عباره على واحد اللوح من الرخام اللي غليظ، عليه واحد الكتابه محفوره ما مفهوماش، كتشبه لشي طلاسيم شي حاجه قديمه. كريم قال لي واو البير ديال الجد خاصنا نعريو عليه ونشوفوا واش فيه شويه ديال الماء. كانت الرخامه ثقيله بزاف، جبنا الطوموبيل ديالنا وربطنا هذيك الرخامه وبدينا كنجرو هذيك الرخامه شويه بشويه. تحركات الرخامه، خرج منها واحد الريحه ديال التراب اللي مدفون وشويه ديال الصدى. الشيء الغريب هو انه فاش حيدنا الرخامه كامله البير كان مظلم بزاف، وما فيه حتى شي صوت ديال شي قطره ديال الماء، غير واحد البروده اللي ثقيله طالعه منه. قلت لكريم هذا ماشي بير، هذا راه بير غارق وفيه بزاف ديال السكون، هادشي راه كيخلع. جبنا واحد البيلات وبقينا كنضويو في هذاك البير من الداخل، والظلام هذاك الضوء ديال داك البيلات توضروا في داك الظلام. وفي ديك الليله نصبنا الخيام ديالنا انا وكريم. كانت السماء عامره نجوم، ولكن الجو كانت فيه واحد السكون اللي غريب بزاف. كنا جالسين كنشربوا اتاي وكنضحكوا، فجاه سمعت شي حاجه. قلت ليه كريم واش سمعتي هاد الهمس؟ قال لي ما سمعت والو، ولكن انا كنت متاكد بان راه شي حاجه اللي كاينه تما كتجي من جهه داك البير. والصوت كان خفيف جدا جاي من جهه داك البير. فقررت انني نوض لجهه داك البير وحطيت ودني حدا البير. ما سمعت والو في الاول، حتى سمعت واحد الصوت واضح بالصوت ديالي، شي واحد كيعيط ليا بسميتي احمد، راه البير بارد غير اجي. رجعت اللور بالزربه، اقسم بالله هادشي ماشي عادي، شي حاجه كتهضر وبسميتي من قاع ديال داك البير. كريم ضحك قال لي الليل هذا والخلعه انت راك عيان، ولكن انا عارف الحقيقه. رجعت ديت داك البيل، بقيت كنضوي عاوتاني في داك البير، ويجبى لي شي حاجه كتحرك تما لداخل، ماشي الفوق ديال البير، لتحت ديالو اللي كان غارق بزاف وكان مظلم. الصباح فاش فقت لقيت كريم جالس حدا داك البير وكيشوف فيه. جيت لعندو قلت ليه مالك يا كريم، اش كدير هنايا؟ كريم جاوبني بواحد الصوت الخفيف قال لي البارد. واش حسيتي بالبروده ديال هاد البير؟ بديت كنحس بان كريم تاثر بهذيك البلاصه. مشيت للكاميرا اللي كنت حاطه بالليل كتصور فاش كنا ناعسين، فاش كانت الكاميرا كتسجل شي لقطات. في التسجيل بان كريم وهو ناعس، وفجاه ناض ومشى بالزربه لذاك البير، وقف على الحافه، وقف حداه واحد الظل اللي اسود وطويل طلع من ذاك البير، ووقف قدام كريم باش وما بانش ليا شنو دار بالضبط. ولكن فاش رجع كريم للخيمه بان في يدو شي حاجه. رجعت لعند كريم سولته قلت ليه شنو هزيتي من البير البارح في الليل؟ كريم تخلع وقال لي واش انت كتحلم؟ انا راه ما نضتش من بلاصتي كاع، بان ليا واحد الخاتم قديم ديال النحاس محفوره فيه نفس الطلاسيم اللي كانت في الرخام في يد ديال كريم. في ديك اللحظه بديت كنسمع واحد الهمس عاود كيغوت، ولكن هاد المره كان همس ديال بزاف ديال الاصوات. وفي دقه واحده عرفت باللي هاد البير فيه شي حاجه اللي قديمه وما مفهوماش، وداك الخاتم ديال النحاس كان هو المفتاح ديال داك البير. انا قلت لكريم خاصنا نردوا ديك الرخامه ونسدوا هاد البير ونمشيو بلاصتنا نرجعوا فين كنا. كريم رفض وعينيه بداو كيحماروا، قال لي لا هاد الخاتم غيجيب لينا الخير، هذه هي الهديه ديال الجد. وفي ديك اللحظه سمعنا غوته قويه بزاف كتعيط لكريم بسميتو. هذا ماشي همس، هذه غوته حقيقيه جايه من داك البير. كريم راه الماء فياض، اجي عندي. كريم بدا كيجري نحو داك البير
كان بحال شي مغناطيس كيجرو الجيش. جريت من موراه وشديته من القميص ديالو، ولكن الجسم ديالو كان بارد بزاف. قلت ليه كريم حبس، اش هاد الشيء؟ وكريم اش كدير؟ ولكن كريم كان قوي عليا وهو كيغوت غادي نولي غني، غادي نولي سيد الارض. هذه هي اللي داكشي باش وعداتني. وفي ديك الوقت كان كيتصارع معايا، شفت واحد الوجه طالع من داك البير ووجهه ابيض وما فيهش الملامح، غير جوج عينين كبار وكحلين وفم محلول وفيه بزاف ديال السنان بحال شي حوت ومد يدو ديك البيضه نحو داك الخاتم اللي كان في يد كريم. حيدت داك الخاتم من يد كريم ورميته لواحد اتجاه اخر بعيد على داك البير. وفي ديك اللحظه اللي طاح فيها الخاتم الوجه غوت غوته مجهده خلاتني نطيح، وكريم طاح في بلاصتو وعينيه محلولين ولكن ما كيشوفش. رجعت للخاتم اللي كان طايح في ديك الارض، داك طاح في داك التراب وبدا كيطلق داك الدخان الاسود. جريت نحو ديك التراكتور اللي كانت عندنا في الارض، ربطت الحبل في الرخامه ودفعتها حتى جات فوق من البير بالزربه. فاش تحطات الرخامه سمعت واحد الصوت اللي قوي بزاف، بحال حبسنا شي حاجه اللي كانت كبيره وسط داك البير. هزيت كريم اللي كان باقي في حاله ديال الصدمه وهربنا من ديك الارض مخلين كلشي ورانا. بعد شهرين من هاد الشيء كنا كاملين انا وكريم كنا رجعنا لكازا كنحاولوا نرجعوا لحياتنا الطبيعيه، ولكن كريم كان باقي كيخاف من الظلام، اما انا كنت باقي نتفكر داك الوجه الابيض اللي كان طالع من داك البير. قررت نمشي عند واحد فقيه، الفقيه اللي ديال بصح ماشي دوك الشعواده اللي كاينين، ولقيت واحد الفقيه اللي كبير في السن في ضواحي ديال فاس. حكيت لي على هاد القضيه كامله وبديت معاه من الرخامه حتى الوجه الابيض. الفقيه سمع لي بهدوء وقال ولدي هادي ماشي لعنه، هادي مسؤوليه الجد ديالك ما دفنش شي كنز، هو دفن كيان قوي في البير والرخامه هي القفل ديالو. ونصحني الفقيه الكيان كيقلب على داك الخاتم حيت هو المفتاح اللي غادي يحرو من داك البير. ولكن فاش طاح داك الخاتم في التراب راه التراب طهرو من العهد القديم. الفقيه اعطاني شي عشوب ونصحني نرجع للارض وندير شي حاجه مختلفه، ونصحني نرجع. وفاش نصحني نرجع باش ماشي باش نهرب، نرجع نزرع ديك الارض، نزرع شي شجره ديال التين فوق ديك الرخامه ونسقيها بالماء ديال القران. الارض اللي كتعيش فيها خصها تحيا ما تبقاش مقبره. هاد المره رجعنا انا وكريم للارض ماشي خايفين، رجعنا بايمان قوي، زرعنا شجره ديال التين كبيره فوق ديك الرخامه مباشره. كل يوم كنا بالماء وكنقراو عليها الاذكار. فاش دازت واحد 6 شهور الشجره ديال التين كبرات والجذور ديالها غطاو ديك الرخامه وكانت كتحمي القفل ديال داك البير بقوه طبيعيه. الارض كلها بدات كتنقى والريحه ديال التراب الميت تبدلات بالريحه ديال الزرع والحياه. كريم رجع لطبيعته وحتى انا ما بقيتش كنسمع دوك الاصوات، وكملنا في المشروع ديالنا. وكريم ما بقاش كيحس بالعطش، وداك الصوت ديال داك الهمس ديال داك البير بدا كيبعد شويه بشويه. هنا غادي تكون سالات القصه ديالنا. لا بغيتي تعرف قصص اللي كتير بحال هادشي وكونوا غامضين بحال هاد القصص اللي عاودت لكم دابا، اشترك في القناه وفعل معاك الجرس، وما تنساش تبارطاجي مع اصحابكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وتهلاو.